السلام عليكم. بصراحة النهاردة أنا بقالي فترة عايز أعمل فيديو، بس مش عارف أعمل على إيه ولا إيه ولا إيه. مثلا موضوع الناس اللي هم اتقبض عليهم دول، اللي هم التيك توكرز والكلام ده كله. طبعا هبقى أعمل فيديو عنه. بصراحة المفروض البلد تنضف شوية يعني. موضوع برضو الانتخابات اللي أنا عملت فيديو قبل كده عليه، بس برضو عايز أتكلم على اللجان وحاجات أنا عارفها، بس مش مشكلة ده دلوقتي، ممكن قدام شوية. الحاجة بقى اللي أنا قررت إن أنا أتكلم عليها النهاردة، اللي هو حاجة بصراحة فاجأتني، اللي هو قانون الإيجار الجديد، اللي هو وأنا كنت متوقع بصراحة إن الرئيس يرجعه لمجلس الشعب تاني عشان يعيدوا نقاشه، بس مع الأسف اتوافق عليه واتمضى عليه. في حاجة الناس كلها واتكتبت في كل الجرايد واتكتبت في كل واتقالت في كل حتة، إن مفيش أي دراسات اتعملت على الموضوع ده. يعني بمعنى أصح إن هم أخدوا قرار كالعادة. الحكومات المصرية أخدت قرار بدون أي دراسة، بدون أي ما يعرفوا الموضوع ده هيأثر على الناس إزاي. وطبعا عدد الناس اللي هتتأثر بيه طبعا كلنا عارفين، أهالينا وأهالينا وبعض إخواتنا وجيراننا وي عايشين في شقق. الشقق دي إيجار قديم. أنا ما بعترضش على تغيير القيمة الإيجارية أو تعديلها أو تعديل القانون بتاعها أيا كان. يعني مثلا كان قبل كده الناس اللي بتبقى مأجرة ولادهم بيورثوها بعدين ولادهم وي بعدين من فترة كده قريبة، من مثلا 10 سنين مثلا ولا حاجة، نزلوا قانون قالوا لا خلاص ما تتورثش غير للابن أو الابنة اللي هم بس يكون بشرط إن هم يكونوا عايشين في الشقة دي وإثبات المعيشة يعني. ماشي. بس مرة واحدة لقينا بيقولوا ان الايجار القديم ده هيتلغي تماما. طيب هيتلغي تماما، ايه اللي هيحصل؟ قال لك ان هو الناس دي بعد 7 سنين تطلع من الشقة. طب الناس دي هتروح فين؟ انت بتتكلم على ملايين. هل السؤال بقى سؤال مهم، هل انت كحكومة، وبعد كده بيقولوا الحكومة قالت ان هي هتوفر لهم بديل، هل انت عندك الامكانية والشقق والاماكن انها انها توفر، ان انت توفر مكان للناس دي كلها؟ اكيد لا، مهما بنيت. يعني مثلا احد النقاشات اللي انا كنت بناقشها مع حد يعني، فهو بيقول لي عادي يبنوا ويعلوا في الصحراء طيب تمام ماشي مفيش مشكله. انت لازم تبني، ومش هتبني شقق بس، انت لازم هتبني مدن جديده، لان انا بقول لكم مش اقل من 10 مليون واحد على الاقل، انا على ما اعتقد يعني يتأثروا بالقرار ده على الأقل، ده بالميت. طيب الناس دي هتوديها فين؟ هتبني حتت تانية. طيب انت لازم تبني مدن. سؤال بسيط، احنا بقالنا كام سنة بنبني في العاصمة الإدارية؟ العاصمة الإدارية دي بقالها على الأقل يعني بالميت 6-7 سنين بالميت. هل خلصت؟ لا، ده لسه كتير على بال ما تخلص. طيب انت هتقدر تبني للناس دي فين وامتى وهتاخد قد ايه عشان توفر لها؟ معرفش. عدد الناس اللي هتتأثر، خلي بالك اهالينا، يعني انا مثلا عيلتي، ناس من عيلتي وعيلتي عيلتي يعني عايشين في ايجارات قديمة. طيب الناس دي مثلا عايشين في مصر الجديدة مثلا، هتطلعهم من الشقة بتاعتهم كمان 7 سنين رايحين ويحيكوا ربنا، هتوديهم فين؟ توديهم فسطاط؟ وهتوديهم اسمها ايه دي الدويقة، ولا هتوديهم الهرم، ولا هتوديهم فين؟ يعني انت بتخلع الناس من جذورها وبترميهم في حتة تانية. انت متخيل؟ انت ايه اللي انت يعني انت بتفكر ازاي؟ وبعد كده بصراحة انا صعقت ان الرئيس وافق على القرار ده. ده قرار عشوائي. يعني في مليون طريقة تانية تتعمل. انتوا ما بتفكروش في الناس. الحكومة دي فعلا حكومة جاية انها تقلب الناس، تشوف ازاي تقدر تاخد منهم اي مصلحة. اسهل طريقة عندهم خد من جيب الناس، اسهل حاجة عندهم طلع الناس، توظف الناس. طب المفروض ان انتوا جايين عشان تساعدونا، عشان توفروا لنا احتياجاتنا. مش كفاية عمالين تغلوا علينا المعيشة، وعمالين
تبهدلوا في الناس، والناس ما بقتش لاقيه تاكل، والناس متبهدله، والناس، وبعد كده في الاخر جايين تطردوهم من بيوتهم. هتودوهم فين؟ هتعملوا فيهم ايه؟ ناس معديين، انا اعرف ناس كتيره معديين ال70 وال80 سنه وعايزين تطلعوهم من بيوتهم. ربنا يدينا ويديكم الصحه وطولة العمر. هتودوهم فين؟ هتعملوا فيهم ايه؟ الناس دي خلاص، دي في اواخر عمرها. الناس دي محتاجه انها تبقى عايشه في امان. هي دي على فكره، هي دي الناس اللي مشيت وراكم وكانت بتسقف لكم وبتقول لكم يا ايوه وتمام وانتوا واحنا وراكم وي، وفي الاخر يعني سوري يعني في الاخر بتخزقوهم. انتوا بتعملوا كده ليه؟ ايه اللي انا عايز اسال بس سؤال، ايه اللي انتوا بتستفادوه من القرارات العشوائيه اللي انتوا بتاخدوها؟ فين الاستفاده؟ طبعا يعني انا مش هتكلم في الحاجات الاقتصاديه، مش هتكلم في بيع الشركات وي والكلام ده كله، مش عايز مش مشكله، انا عارف ان هي دي تبع قرارات لازم تبقى جايه من بره، ولازم حاجات تعملوها عشان تاخدوا القروض. لكن انا سؤالي بس، انتوا ليه بتعملوا كده في الناس؟ ليه تاخدوا قرارات وبتعملوا حاجات بدون اي دراسه، بدون وعي؟ في مليون طريقه تعملوها. ابسط حاجه، ماشي يا سيدي، هعمل الحته اللي هي بتاعت زياده الايجار وان هو كل سنه نسبه زياده وي هوافقك عليها طبعا على حسب المنطقه، ماشي موافق. طب ما خلاص كده كفايه. ادي الناس ابتدت تاخد فلوسها، اللي هم الملاك تاخد فلوس. طب وبدل ما تعملوا ان انتوا تطلعوا الناس بعد 7 سنين، خلاص وقفوا الايجار. يعني الناس دي اللي هي موضوع التوريث للابن او الابنه او مفيش توريث. في حاله الوفاه خلاص الملك يرجع، العقار يرجع للمالك. ده حاجه بسيطه كده جت على مخي وانا بتكلم يعني في مليون حاجه. انتوا المفروض الناس قاريه ودارسه وعارفه، ودكاتره ومهندسين وناس كباره وناس عليه القوم، وفي الاخر مش عارفين تاخدوا قرار صح، عمالين تبهدلوا. بس هي هدفكم ان انتوا تبهدلوا في الناس. انا بصراحه يعني مش عارف اقول ايه. انا لما باجي اشوف الناس اللي هي بتتكلم واللي هي بتقول احنا هنعمل ايه بعد كده وهنروح فين وبتبهدلونا وي قلبي بيوجعني. طبعا انا عارف ان في ناس، واحنا كلنا فاكرين الناس اللي هي بتاعت الدويقه من سنين، بعد ما اخدوا الشقه راحوا بقى اجروها. انا عارف، وده طبعا ناس كتيره موجوده اللي هي بتحاول تطلع اي مصلحه من اي حاجه. بس في طرق ان احنا نحارب الموضوع ده. ما نجيش على الناس الغلابه، الناس اللي هي عايزه تعيش، الناس اللي هي ماشيه عادي يا دوبك مكفيين نفسهم وبيحاولوا يعيشوا يختموا ايامهم بسلام. انتوا جايين بتبهدلوهم. مش لازم نيجي على الناس دي. يعني انا بجد اتمنى ان حاجه تحصل، ان الموضوع ده يتلغي. ما اعرفش، انا سمعت والله اعلم ان في ناس راحه للمحكمه الدستوريه العليا، اتمنى ان هم ينصفوهم، لان حرام بجد حرام. فكروا في الغلابه، فكروا في الناس، فكروا في الناس الكبيره اللي شقيت وقعدت 30 و40 وحاجه و40 سنه شغاله وبتبحث في الحجر علشان تقدر توفر لنفسها عيشه كريمه اما تطلع على المعاش. وطبعا ده غير ان في ناس، مش هتكلم في الموضوع ده برضو او لمره تانية، اللي هي الناس على المعاش ومعاشهم مش مكفي اكل وشرب. مش هتكلم في الموضوع ده دلوقتي. بس في ناس اللي هي فحدت في الصخره علشان تقدر توفر لنفسها حاجه تقدر تعيش منها، او حاجه تقدر تعيش فيها كويس لغايه ما ربنا ياخد سره. انتوا دلوقتي بتيجوا عليهم، حتى ده مش لاقيينه. انتوا المفروض توفروا للناس الامان، تامنوهم، تخلي الواحد وهو عايش يعيش يحس بامان. انتوا اخدتوا حتى الامان من الناس. حرام عليكم. انا مش عارف اقول ايه. انا بجد قلبي وجعني. ربنا معانا والله يا رب. المهم في الاخر بطلب منكم ان كلنا ندعي لاخواتنا واهالينا في فلسطين، وربنا ينصرهم ويثبتهم ويأيدهم بنصره. وده اللي احنا نقدر نعمله، ان احنا ندعي يا رب. السلام عليكم.